تخيل معايا كده إن بعد كام سنة يبقى في روبوتات أكتر من البشر على الكوكب. ده مش فيلم خيال علمي، ده كلام إيلون ماسك. بس خليني أسألك سؤال مهم، لو ده حصل فعلا أنت هتكون فين في القصة دي؟ في لقاء أخير إيلون ماسك قال حاجة ناس كتير جدا ما خدتش بالها منها. قال إننا داخلين على مرحلة الروبوتات مش بس موجودة، ولكن هتبقى جزء أساسي من حياتنا، مش بس في المصانع ولكن في البيوت وفي الشغل وفي كل حاجة. والفكرة هنا مش إنهم مجرد آلات، لأ، دي أنظمة بتتعلم وبتتحسن كل يوم عن اللي قبله. طيب ليه كل ده بيحصل بسرعة كده؟ ده كله بسبب حاجة اسمها الذكاء الاصطناعي. ال AI ما بقاش زي زمان، دلوقتي بقى يكتب ويفهم وبيحل مشاكل، وفي شركات فعلا بدأت تعتمد عليه بدل موظفين حقيقيين، ببساطة لأنه أسرع وأرخص ومش بيغلط بنفس الطريقة ومش هيطلب زيادة في نهاية السنة. وهنا بقى نوصل للجزء اللي ممكن يضايق شوية. لو الروبوت بقى أحسن منك في شغلك، إيه اللي هيحصل؟ في تقارير بتقول إن ملايين الوظائف ممكن تختفي، مش لأن الناس مش شاطرة، ولكن لأن التكنولوجيا سبقتهم فيها. وده فعلا بدأ يحصل دلوقتي، مش مجرد كلام مستقبلي. وهنروح لبعيد ليه؟ خليني أقولك على حاجة أخطر. إيلون ماسك كان بيتكلم في نقطة تانية في منتهى الخطورة. كان بيقول إن الذكاء الاصطناعي ممكن يوصل لمرحلة إنه يبقى أذكى من البشر، يعني مش بس هيشتغل بدلنا، لكن ممكن يفكر أحسن مننا. وده بيفتح الباب لأسئلة مرعبة شوية. مين اللي ممكن يمسك التحكم في العالم وقتها؟ بس برضه مش كل حاجة سودة. نفس التكنولوجيا دي ممكن تعالج أمراض، ممكن تساعد ناس تتعلم أسرع، ممكن تحسن حياتنا بشكل ضخم. يعني إحنا قدام حاجة ممكن تكون أخطر حاجة حصلت أو أعظم فرصة جات لنا. الموضوع دلوقتي مش إن الروبوتات جاية ولا لأ، هي كده كده جاية. السؤال هنا، أنت هتعمل إيه؟ هتخاف منها ولا هتتعلمها ولا هتبقى جزء منها؟ لأن في المستقبل ده اللي فاهم اللعبة هو اللي هيكسب. قناتي مهتمة بالتكنولوجي والسوفت وير والهاكرز وقصص النجاح وكل ما يخص التكنولوجيا. ادعمنا بلايك وسبسكرايب عشان عندنا حاجات كتير جدا محتاجين نتكلم فيها سوا.